حبة الحاجات دي كده كانت مركونة عندي مقطوع منها كتير وكمان بايظ منها ما ينفعش إن أنا أدّيها لحد أو حتى كمان برضه ما تنفعش إن هي تتلبس. جبتها كده بقى وقُلت أمّا أطلّع منها أفكار أستفاد بيها وكمان توفّر عليّا في حاجات تانية بعد كده. حطّوا بقى كده لايك جميل للفيديو وتعالوا نكمّل الأفكار بتاعتنا. أول فكرة بقى عندنا النهارده هنستخدم فيها كده أي رجل بنطلون جينز قديم تكون عندنا، وكمان لو عندنا كده كمان جيركن هابتدي كده إن أنا أجيبه وأقسمه نصين بالمقص بالشكل ده، أو حتى كمان بقطر زي ما إحنا شايفين، وبعد كده هابتدي إن أنا أساويه من جميع الجهات. ده هيكون بقى الشكل اللي عندنا زي ما إحنا شايفين مع بعض. بعد كده بقى هنجيب رجل البنطلون بتاعتنا وكل اللي إحنا هنعمله فيها إن إحنا هنفتحها بالشكل ده. عايزة أقول لكم إن رجل البنطلون دي بتاعة رجل بنطلون صغير، ما فيش مشكلة خالص، هابتدي برضه إن أنا أستخدمها وبرضه هاستفاد بيها. بنحط كده أول حاجة الشمع بتاعنا زي ما إحنا شايفين مع بعض في الجيركن من جوه، وبعد كده بقى ببتدي إن أنا أثبت الرجلين بتاعتنا زي ما إحنا شايفين. ببتدي بس كده إن أنا أدخلها بإيديا بشكل بسيط قوي، وبعد كده برضو بروح الناحية التانية، وبعد كده هبتدي برضو إن أنا أحط الشمع بتاعي، وأكيد برضو هثبت الجزء اللي هيكون باين ده من تحت. نضغط بس أهم حاجة كده عليها كده أول بأول، وكمان نضغط كويس جدا علشان الشمع بتاعنا كمان يمسك معانا كويس قوي. وكده خلاص ثبتنا أول ناحية من الناحية دي والدنيا كلها تمام. هابتدي كمان برضه نروح الناحية التانية كده وبرضه نحط الشمع بتاعنا، وبرضه أضغط عليها بإيدي كويس عشان برضه تثبت معايا كويس أوي. في أفكار كتيرة جدًا ممكن أوي إن إحنا نستفاد بيها من البناطيل القديمة اللي بتكون عندنا. طيب نروح بقى دلوقتي برضه للناحية التانية، شايفين الجزء ده هابتدي برضه كده إن أنا أثبت الجزء ده، وبعد كده هابتدي إن أنا أجيب قطعة تانية برضه من نفس البنطلون بتاعنا، وهابتدي بقى إن أنا أداري برضه الجزء اللي هيكون باين عندنا من الجيركن ده. هنا رجل البنطلون بتاعتنا كانت صغيرة، فطبعًا مش هتقضّي الجيركن كلّه مرّة واحدة، فما فيش مشكلة خالص، هنعمل حتّة وبعد كده هنعمل برضه الحتّة التانية. أي بقى كده حواف تكون باينة عندنا نحط فيها شمع عشان الدنيا عندنا تكون مضبوطة كلّها. هنا بقى هاحط الشمع بتاعي بالشكل ده، وبعد كده هابتدي بقى إن أنا أثبّت برضه الجزء اللي هيكون ظاهر عندنا. أشد كويس بقى القماشة اللي معايا كده علشان برضه ما فيش أي حاجة كده تكون باينة عندي، وبعد كده هاثبّت برضه من الناحية دي، وإذا كمان ظهر من الناحية التانية برضه هاحط الشمع بتاعنا. طيب شايفين بقى الجزء اللي هيكون طويل عندنا تحت ده أكيد مش هنسيبه كده خالص، ممكن جدًا بقى إن أنا أجيب المقص وأقصه، وممكن كمان برضه إن أنا أثبّته كده بالشمع ما فيش مشكلة خالص. هنا بقى حبيت إن أنا أثبّته بالشمع وكل الأجزاء دي كلها هابتدي إن أنا أداريها، هاعمل بس كده تنايات بسيطة جدًا علشان طبعًا تتدارى، وكمان برضه مش محتاجة خالص إن هي تكلكع معايا بعد كده. ما ننساش بقى الجيركن بتاعنا من جوه أكيد برضه هابتدي إن أنا أحط فيه كده الشمع بتاعي، وبعد كده هاجيب جزء كده صغير من رجل البنطلون بتاعتنا، وهابتدي بقى إن أنا أثبّتها زي ما إحنا شايفين مع بعض بالشكل ده. نضغط بقى عليها كويس، وبعد كده هابتدي آجي بقى للخطوة اللي بعد كده، وبرضه هتكون خطوة سهلة جدًا وكمان بسيطة أوي. دلوقتي بقى هنجيب أي حبل يكون متوفر عندي، إذا كان بقى حبل غسيل أو حتى كمان حبل زي اللي معايا ده ما فيش مشكلة خالص، أو حتى كمان حبل خيش برضه هيكون حلو جدًا. هنعمل بس ضفيرة بسيطة كده، هاعمل أول حاجة 2 كده قد بعض زي ما إحنا شايفين، وبعد كده هنحط نقطة شمع كويسة، وهابتدي كمان برضه إن أنا أحط نقطة شمع، وبعد كده هاثبّتها بقى من الناحية التانية. نفس الفكرة برضه هابتدي إن أنا أجيب الجزء التاني بتاع الضفيرة اللي معايا، وأثبّت هنا من الناحية دي وكمان برضه من الناحية التانية. الشمع بيمسك كويس جدًا، جدًا في القماش، فما نقلقش خالص، كل الحاجات دي ماسكة جدًا وكمان متينة أوي. لو أنتِ بقى وصلتِ معايا لحد هنا انزلي كده حُطّي لايك جميل زيِّك، وكمان اكتبي لي تعليق جميل من إيدِك الجميلة. هنا بقى هابتدي كمان برضه إن أنا أحط كده جزء تاني من الضفيرة، وكمان عندي هنا كمان كان جزء كده فاضل من الضفيرة نفسها، ففكيته من بعضه، وبعد كده هابتدي إن أنا أحط نقطة شمع في النُص، وبعد كده هاثبّت الجزء اللي معايا ده. ممكن جدًا إن أنا أسيبها كده، وممكن جدًا كمان إن أنا أعمل فيها أي رسمة أنا حاباها، فحبيت هنا كده إن أنا أحط كده الشمع بتاعي، وبعد كده أثبّت عليه بقى الحبل اللي معايا ده. نفس الفكرة برضه الناحية التانية، وبعد كده ممكن جدًا برضه إن أنا أحط هنا الشمع بتاعنا، وأثبّت بقى الجزء برضه اللي في النُص. ما تيجوا بقى نشوف هنستخدمها في إيه وهنستخدمها إزاي. هاستخدمها كمنظم بالشكل ده، عايزة أقول لكم إن هو واخد حاجات كتيرة جدًا، جدًا، وزي ما إحنا شايفين مع بعض كمان شكله حلو أوي. ودي كانت أول فكرة عندنا النهارده، حطوا كده لايك جميل لأول فكرة، وتعالوا بينا بقى دلوقتي نروح لتاني فكرة عندنا النهارده. وأستخدم فيها برضه كده أي ملابس قديمة تكون عندنا ما إحناش محتاجينها. هنا جبت غطا قديم زي ما إحنا شايفين مع بعض، وبعد كده هابتدي بس إن أنا أحط عليه شمع بالشكل ده، وبعد كده هابتدي أنا أجيب قطعة قماش أو أي حاجة بقى زي ما قُلنا تكون قديمة عندنا زي ما إحنا شايفين، وهابتدي بس أول حاجة إن أنا آخد شكل الغطا نفسه. هاقلب بقى الغطا بتاعي، وبعد كده هاحط برضه الشمع بتاعنا، وبعد كده برضه هابتدي إن أنا أثبّت طبعًا القماشة اللي معايا. نضغط بس عليها كويس عشان زي ما قُلنا إحنا محتاجين طبعًا شكل الغطا بتاعنا هو اللي إحنا ناخده. أكيد برضه عندنا كلنا غطيان البيروسول دي، هابتدي كده إن أنا أجيب أول حاجة غطا واحد، وبعد كده هابتدي إن أنا أستخدم هنا بقى خيط مكرمية، ممكن جدًا نستخدم أي خيط إحنا حابينه، بس خيط المكرمية حلو جدًا وكمان متوفر وكمان رخيص جدًا مش غالي خالص.
أول حاجة ثبّتنا كده بالشمع كويس جدًا، وبعد كده ممكن أول بقى إن إحنا نلِف كده كذا لَفّة، وبعد كده كل ما نحتاج نحط شمع، وبعد كده نكمّل طبعًا لَف لحد ما نوصل للنهاية، ولازم بقى الجزء الأخير ده أبتدي برضه إن أنا أثبّت فيه كده الشمع عشان يثبت معايا كويس جدًا. هنعمل منّهم 2 وهو ده هيكون شكلهم، وبعد كده هابتدي بقى إن أنا أجيب طبعًا الغطيان بتاعتي دي وهاثبّتها بالشكل ده. كده بقى ثبّتت واحد وهاروح برضه الناحية التانية وأثبّت التاني زي ما إحنا شايفين مع بعض ونضغط عليه كويس علشان برضه يثبت معانا كويس جدًا. قطن بقى أو فايبر ما يفرقش خالص عندنا، هابتدي كده إن أنا أجيبه وبعد كده هاجيب قطعة قماش تانية، وبعد كده هاجيب أي حبل أو أي طبعًا خيط، وبعد كده هالفه زي ما إحنا شايفين مع بعض عشان يقفّل على الفايبر اللي معايا زي ما إحنا شايفين بالشكل ده. ولا بقى هنربط ولا أي حاجة، هنا عملته بالشمع وبعد كده هابتدي كمان برضه إن أنا أعمل واحدة تانية برضه بنفس الطريقة. كان عندي برضه بواقي خيط هابتدي إن أنا أستغلها برضه واستفاد بيها، ما نرميش أي حاجة في إعادة تدوير، لإن طبعًا كل حاجة ممكن جدًا نستفاد بيها. بعد كده بقى هاحط شمع زي ما إحنا شايفين مع بعض، وبعد كده هاثبّت بقى القطعتين اللي إحنا عملناهم مع بعض دول. لو في زيادة قابلتنا هنشيل حاجة بسيطة، والزيادة الباقية ما فيش مشكلة خالص لو سِبناها. وبعد ما خلاص بقى ثبّتناهم والدنيا كلّها تمام، هابتدي بقى إن أنا آجي هنا من ناحية فوق، وهاثبّت هنا بقى كده جزء من اللولي هيدّيني شكل حلو جدًا زي ما إحنا شايفين مع بعض، وكمان برضه هيظهرها لي أكتر وأكتر. وكده خلاص ثبّتنا الجزء اللي فوق، وهانزل تحت برضه وهابتدي أنا أثبّت لولي تحت. كان عندي هنا بقى الورد القديم ده هابتدي كده إن أنا أجيبه وأشيل منه طبعًا الجذور اللي بتكون فيه، وبعد كده هابتدي إن أنا أثبّته من ناحية تحت هنا هيدّيني شكل حلو أوي، واحدة بس كده من جنب واحدة زي ما إحنا شايفين مع بعض بالشكل ده. ممكن أوي نحطه قدّام ومش لازم خالص نحطه ورا، هيدّينا برضه شكل حلو جدًا، زي ما أنا عملت كده. في النُص هنا بقى ممكن جدًا برضه إن أنا أحط وردة هتدّيني شكل أحلى وأحلى، ممكن كمان نحط لولي أو أي حاجة تانية طبعًا إحنا حابينها. ما تيجوا بقى دلوقتي كده نشوف هنستخدمها في إيه وهنستخدمها إزاي. هاستخدمها بقى كمنظم للدبابيس بالشكل ده، فكرته حلوة جدًا وكمان بسيطة أوي، وكمان شكلها مختلف جدًا، وأهم حاجة بقى إنها هتلم لنا حاجات كتيرة أوي. ودي كانت تاني فكرة عندنا النهارده، حطوا كده لايك جميل لتاني فكرة، وتعالوا بينا بقى دلوقتي ندخل بإيدينا اليمين على تالت فكرة عندنا النهارده. وتالت فكرة بقى عندنا النهارده هاستخدم فيها برضه نفس الرجل البنطلون أو نفس البنطلون اللي كان معانا من أول فكرة. هاجيب بقى كده أي حاجة تكون مدورة عندنا زي ما إحنا شايفين مع بعض، إذا كانت بقى نفس الشكل ده أو حتى كمان أصغر شوية ما فيش مشكلة خالص، وبعد كده هابتدي أنا آخد المقاس بتاعها، وبعد كده هافتح بقى رجل البنطلون بالشكل ده. وهنا بقى هابتدي كده أنا أفتح رجل البنطلون بتاعتي، وبعد كده هابتدي بقى إن أنا آخد بس كده المقاس اللي أنا محتاجاه بالقلم، وبعد كده طبعًا هاجيب المقص وابتدي بقى إن أنا أمشي عليها كلها. الفكرة دي على فكرة ممكن جدًا نستخدم فيها أي قماش تاني، مش لازم خالص نلتزم بقماش معين. زي ما إحنا شايفين مع بعض هنا بقى علّمنا نفسنا العلامة اللي إحنا نمشي عليها، وبعد كده زي ما قُلنا هنمسك المقص بتاعنا ونمشي عليها كلها. الموضوع سهل جدًا، جدًا، وكمان بسيط أوي، مش هياخد مننا ولا وقت ولا مجهود ولا أي حاجة. وبعد بقى ما خلاص قصّيناها والدنيا كلها تمام، ده بقى هيكون طبعًا الشكل اللي إحنا محتاجين نوصل له. هاجيبها بقى دلوقتي وكل اللي إحنا هنعمله هنقلبها بالشكل ده على الضهر، وبعد كده هنحط كده نقطتين شمع كويسين وهافردهم، وبعد كده هاستخدم بقى هنا خيط مكرمية أو حتى كمان خيط خيش، ما فيش مشكلة. وكمان ممكن جدًا نستخدم أي لون تاني إحنا حابينه. هاثبّتها كده في النُص، وبعد كده بقى كل ما أحب إن أنا أحُط شمع، أبتدي كده إن أنا أحُط شمع، وبعد كده أبتدي تاني برضه إن أنا ألِف لحد طبعًا ما أخلّصها برضه كلّها. والمكان بقى اللي أنا هاحُط فيه شمع كده أضغط عليه برضه بإيدي كويس جدًا علشان أضمن إن هو يكون ثابت معايا وما يفكِّش بعد كده. ممكن زي ما قُلنا طبعًا نغيّر اللون زي ما إحنا حابين خالص. أحاول برضه كده إن أنا ما أحُطّش شمع كتير علشان ما يسيلش منّي وطبعًا يبان كده معانا بعد كده والشكل عندنا يكون مش ظريف خالص. هنا بقى وصلنا لحد هنا زي ما إحنا شايفين مع بعض الشكل حلو جدًا ومش باين خالص أي شمع كده ظاهر معانا. حبيت برضه كده إن أنا أوريها لكم زي ما إحنا شايفين بنحط الشمع ومش باين أي حاجة عندنا. وكده خلاص ده هيكون الشكل اللي معانا. طبعًا هنا هيظهر عندنا الزرات من القماشة نفسها، هنمشي بس عليها كده بالمقص اللي معانا ده علشان طبعًا تكون مضبوطة بعد كده. وهو ده بقى الشكل اللي معانا. طيب بعد كده بقى هنعمل إيه، شايفين بقى الجزء ده اللي يكون فيه وصلات، هابتدي كده إن أنا آجي عليه وكل اللي إحنا هنعمله هابتدي أجيب أي ورد كده قديم عندي، وبعد كده هابتدي أنا أثبّت كده الشمع بتاعي بالشكل ده، وبعد كده هابتدي بقى إن أنا أثبّت طبعًا الفروع اللي معايا بالطريقة دي، منها هتدّي لي الشكل حلو أوي وكمان برضه هتداري لي بقى الجزء ده. ثبّتت هنا 2 وبعد كده هابتدي أنا أجيب واحدة تالتة في النُص وهابتدي برضه إن أنا أثبّتها. طيب بعد ما خلاص بقى ثبتناها والدنيا كلها تمام علشان اخلي برضو الشكل عندنا احلى واحلى، هبتدي كده برضو ان انا اجيب اي ورد يكون متوفر عندي، وزي ما احنا شايفين مع بعض هبتدي بقى ان انا اثبته بالطريقه دي. بثبته هنا كده ناحيه بره زي ما احنا شايفين مع بعض. هنا برضو هثبت 3 وردات، ثبت واحده هنا الناحيه دي وكمان برضو الناحيه التانيه، واكيد برضو هثبت واحده في النص. بعد كده بقى برضو كان عندي هنا بواقي ورد من نفس الورد ده، هبتدي برضو ان انا اجيبه كده، بس اول حاجه هبتدي ان انا اقصه بالشكل ده.
لإني برضه محتاجة إن أنا أداري بقى الجزء اللي هيكون ظاهر عندنا ده، فأول حاجة هاحط فيه شمع بالشكل ده، وبعد كده بقى هابتدي برضه إن أنا أثبِّت بقى الأجزاء بتاعة الورد اللي معايا، هتظهر بقى إن هي طبيعية جدًا وكمان شكلها هيكون حلو أوي. وزي ما إحنا شايفين مع بعض كده هنكون عملنا كوستر شكله حلو جدًا وما حدش خالص هيصدق إن إحنا عاملينه بإيدينا. ودي كانت أفكار النهارده، أتمنى فعلًا تكون عجبتكم، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وكمان تشتركوا في القناة لو أنتم النهارده لسه مرة بتشوفوني، وطبعًا هاستنى تعليقاتكم الجميلة واستنوني إن شاء الله في فيديو جديد واسيبكم في حفظ الله وأمنه.